طبعا اكتر حاجه بتعجبني في موضوع الصوص اللي على الوش ده، يعني الصوص اللي على الوش ده تحير فيه العلماء بامانه. خش هجيبك. جعان؟ بتيجي ناكل. انجز بسرعة أنا جعان. جعان. اتنازل لملك كيلومترين نصين وحطهم في قلب المية وكلهم. جمهوري الجميل، مساء الفل والخير والسعادة عليكم، وان شاء الله تكونوا بألف صحة وانتوا بتتفرجوا عليا. رجعت لكم بفيديو جديد ومحل جديد، محل طبعا شهير جدا وغني عن التعريف. ده محل كنتاكي، وجايب لكم من عنده الريزو، طبق الريزو المتين. ناكله مع بعض ونشوف هل بيديك نفس السعادة اللي كان بيديها بتاعت زمان، ولا جرعة السعادة قلت من الريزو. فتعالوا ناكل مع بعضينا ونشوف ايه رأيكم. طبعا انا افتكر ان الريزو ده انا كنت بجيبه من 2006 وكان ب 15 جنيه حاجه كده. دلوقتي سعر الريزو 60 جنيه. انا افتكر ان كنت بجيبه من قبل شهرين ب 53، يعني زاد 7 جنيه مره واحده. فهل يا ترى الكواليتي بتاعته لسه زي ما هي ومحافظه على جمالها وعلى حلاوتها، ولا هم بيغلوا وخلاص؟ تعالوا نشوف مع بعض بقى. طبعا اكتر حاجه بتعجبني في موضوع الصوص اللي على الوش ده، يعني الصوص اللي على الوش ده تحير فيه العلماء بامانه من حلاوته. اللي يعرف ايه مكوناته برضو يكتب لي تحت في الكومنتس. نقول بسم الله. خش هجيبك. طبعا قطع الفراخ لا خلاف عليها خالص، احلى فراخ واحلى تتبيله واحلى كل حاجه. ولكن اللي مستعجبين منه هو الصوص. طبعا الصوص باين ان فيه زعتر، باين يعني. ندوق تاني كده ونقول. طبعا طول عمره جميل ومتألق، سيبك انت، كنتاكي ده اللي فوق. المعلقه بقى دي فيها ايه؟ فيها صوص اكتر خالص يعني. الواحد على الله بقى يعرف هو ايه اللي بيحصل يعني. هو عامل زي السويت اند صور العادي خالص، بس بطريقه حلوه، وظابطين مقاديره خالص بحيث ان الصور باين والسويت باين تمام، وفي نفس الوقت حاطين فيه زعتر. يعني خدوا مني وما تراجعوش ورايا. بس برضو تعالوا نتكلم عن كنتاكي اكتر وعن المقادير اللي بتقدمها. المقادير اللي بتقدمها عامله زي ما تكون بتاعت ايه، يعني مواطن اوروبي وزنه لا يتعدى ال 65 70 كيلو هياكل الحاجه دي هيشبع. بس احنا في مصر يا جدعان، في مصر الناس عندنا اكيله، ما بتقولش لا في اي حاجه، دايسه. فلازم تكبروا الاحجام شويه. معلش برضو راح ولا جه كيلو الرز ب 25 جنيه ولا ب 30 جنيه، عمر ده ما هتبقى حاطط فيه نص كوبايه رز حتى. يعني كبر شويه، كبر. 60 جنيه. الفراخ جميله على قد يعني حجم الفراخ اللي موجوده في قلب الطبق، لا جميله. بس هي المشكله كلها بس يعني كتر الرز شويه، بحيث ان الراجل من دول ياخد له ايه طبق من دول، خلاص قفلت معاه. وكبروا الشوكه شويه اللي بناكل بيها. الصوص بتاعهم برضو زي عصرين عليه ليمون كده. هو اسود هنصور بقى. باين قوي طعم الليمون وباين قوي طعم الزعتر.
طبعا الرز بتاعهم برضو بيبقى عامل شويه بساط قوي زي رز الصياديه كده، يعني هو مش رز ابيض، لا هو رز ببصل برضه، بس طعمه جميل، طعمه جميل بصراحه قوي 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 فوق ما تتخيل. معلش ده منتج من 2006 يعني انا على ذاكرتي من 2006 اساسا في كنتاكي، انت واخد بالك؟ ده لو وحش ولا مش شغال معاهم كانوا غيروه، كانوا عدلوا عليه، كانوا عملوا فيه اي حاجه، بس هو زي ما هو وثابت وعلى وضعه والناس حباه. نهاية الكلام واللي يلخص، الناس دي بتعمل حاجة محترمة، بس يا ريت لو الرز يكتر شوية بس. وطبعا عملت حلقة بوريكم فيها الساندوتش بتاع كنتوك وعملت له ريفيو، فيا ريت لو تحضروها وتتفرجوا عليها يعني. يلا باي، سلام.